حكم كلام الحب ممنوع اثناء الخطوبه، ما فيش الكلام ده وحشيني وبحبك وانت كذا، لا. حصل قبول واستقريتي في نفسه وهو استقر في نفسك، شكرا على يا ابني، يلا خلص جهز حاجتك اعمل يلا البناء يلا شكرا. خلاف كده لا، عشان ما نتعلقش. افرض ما حصلش نصيب، ها افرض ما حصلش نصيب، هيبقى اسمك اتعلقتي واسمك، والبنات بتتعلق جامد، مفيش داعي للكلام ده. دكتور هالة في الفيديو ده بتتكلم عن كلام الحب مع المخطوبين، وان هو ما ينفعش عشان لو ما حصلش نصيب. طيب نقول ايه بقى يا دكتور للناس اللي اهاليها عارفة ان هي على علاقة مع شخص، بتكلمه في التليفون، بتحبه، قعدت 6 أو 7 أو 10 سنين بتكلمه في التليفون، ومامتها عارفة وتقول احنا مش خسرانين حاجة. لو قلت لها فريدي بيتسلى بيها، كده كده احنا مش خسرانين حاجة. بقى يفوتوا بقى ال7 10 سنين كده، ويجي يقول لها معلش اصلا انا فجأة كده اكتشفت ان انا بحب بنت عمي ولازم اتجوزها. فخلاص يديها السمارة 6، والبنت طبعا اتعلقت بيه، واحنا عارفين ان البنات بتتعلق بالكلام الحب والكلام ده. هو المشكلة في الام ان هي بكل بساطة بتقول عادي احنا مش خسرانين حاجة مادام ما دخلش وخطبها، فعادي احنا كده مش خسرانين حاجة. مش خسرانين قلب بنتي اللي اتعلقت بشخص، والشخص ده اداها استمارة 6. وهو العيب من الاول مش على البنت، فهو العيب على حضرتك انتي اللي خليتي بنتك وسمحت لها اصلا انها تتكلم مع شاب، وكمان اتجرأت وجت قالت لك. هتقولي انا مصاحبة بنتي ومش مصاحبة بنتي، صاحبيها في حاجات تانية مش في. انا فاكره يوم ما قلت لماما ان في شخص جاي يتقدم لي، انا كنت مكسوفه ازاي، وكان جاي داخل الباب من بيته يعني مش جاي بيهزر وكده. انا كنت مكسوفه ازاي وما كنتش قادره ابص لها لاني عامله يعني. شايفين ان دي الصداقه مع امهم، نحكي لها كل حاجه، ماما عارفه كل علاقتي مع الشباب. فوالله الأم مدرسة، إذا صلحت صلحت كل شيء، إذا خابت فخلاص بقى عليه العوض ومنه العوض. خلي بالكم من بناتكم.